مرحبا، رح نحضر الترياكي تشيكن مع بعض. بدنا المكونات التالية عشان نعمل نقعة الدجاج. بدنا كيلو صدور دجاج مقطعة بهذا الشكل مستطيل يعني. بدنا 3/4 كوب ترياكي صوص، ربع كوب زيت زيتون، فلفل قرفة، عصير نص ليمونة، عودين بصل أخضر مقطعين لهذا الشكل، بدنا راس تومة مدقوق منيح، بدنا سكر بني رح ناخده نخلطه مع الترياكي صوص ندوبه، هلا بعد ما داب عنا السكر البني مع الصوص رح نضيفه على الدجاج. هلا ضفنا الترياكي صوص مع السكر البني، الفلفل القرفة، زيت الزيتون، عصير الليمون، التومة. هلا اللي رح نسويه انه رح نفرك الدجاج مع هاي النقعة منيح، بعد ما فركنا الدجاج اخر اشي رح نضيف البصل الاخضر، رح نقلب البصل الاخضر بعد ما ضفناه عشان ياخد الطعمة. هلا رح نترك هاي الخلطة عنا مغطية بالثلاجة لمدة ساعتين. هلا بعد ما قمنا الدجاج اللي نقعناه بالبراد حطينا بمقلاية شوية زيت، رح نقيم الدجاج لحاله بدون النقعة تبعته ونحطه فوق الزيت. الزيت والدجاج بدرجة حرارة الغرفة، لسه ما حمي الزيت، والدجاج احنا طلناه عبين ما صار بدرجة حرارة الغرفة. بنحطه على نار متوسطة وبنتركه ينقلي. هلا رح نخليه يتقلى منيح زي ما حكينا على نار واطية ونخلي النقع على جنب. هلا بعد ما صار للدجاج 5 دقايق تقريبا على النار ضفت انا البصل الاخضر، رح اتركهم يتقلوا مع بعض. بعد ما استوى عنا الدجاج منيح رح نضيف باقي النقعة اللي احنا نقعنا فيها الدجاج ونتركها لمدة 5 دقايق عشان ياخد الدجاج طعمة الترياكي صوص. هيك صار التشيكن ترياكي عنا او دجاج بنقعة الترياكي جاهز. قدمناه مع الرز الصيني. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.